بشار ابراهيم جمعه، طبعا اداره الدراسه ورفقاتك حكوا لي عنك انك انت قادر تطلع من فريق كامل، قادر تسجل باي مكان بالملعب، عندك مهارات كرويه رائعه. اول شيء بتحكي لنا عن هي الموهبه الكبيره تبعتك، كيف بلشت؟ هلا انا من بدايه مشوار كره القدم، ولا انه فكره كره القدم بحياتي، هو انا كنت عاشق من انا كنت صغير لهالرياضه هي خصوصا. يعني الموهبه هي اساس كل شيء انا بنظري، لانه انا خلقت شخص موهوب من اب موهوب، من عائله موهوبه. بس اهم شيء كان بحياتي هو التطوير. تطوير هاي الموهبه. اليوم انا قادر اعمل هيك شيء بالملعب بسبب انه انا اشتغلت حالي وتمرنت طورت. شو طموحك؟ طموحي يصير شخص محترف بالملاعب، افضل لاعبين العالم. مو ناقص امكانيات، مو ناقص اي شيء، بس شوي تكون البيئه مناسبه. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احسن ملعب. هلا اليوم شو بدك ارجينا شيء من مهاراتك؟ نورجيكم شويه تنطيط على الراس على الهاي، وان شاء الله تعجبكم. يلا. يغزي العين عنك. ان شاء الله بنشوفك باحسن الملاعب الاوروبيه والعالميه. عندي شيء من الاصرار على هالموضوع هذا، لهيك انا بنوه على موضوع التطوير والتمرين من اي شخص، من اي مدرب، لانه هو اهم شيء بالرياضه. يغزي العين. سقف يا بشار.